هلو جايز، هلو مي كوكيز، كيف راكم؟ ان شاء الله تكونوا كامل بخير. فيديو اليوم مهم بزاف يا البنات، خصوصا البنت اللي قلبها طيب بزاف واللي تعطي من قلبها في العلاقة وبعدها تلقى روحها هي اللي تتألم اكتر. اليوم رايحين نهضروا على حاجة تغير طريقة تعاملك كامل مع الرجال، مع راجلك ولا خطيبك من الأحسن، وهي علاش ما لازمكش تخليه يضمن وجودك. يعني علاش كل ما كنتي متوفرة بزاف كل ما نقص الاهتمام، وعلاش بعض الناس غير يدخلوا لحياة اي شخص يبقى متعلق بيهم. اذا حبيتوا هذا النوع تاع الفيديوهات النفسية والطاقة الانثوية الوغ ديروا لي لايك وخلوا لي كومونتير، وما تنساوش تشتركوا في القناة وخلوكم معايا للنهاية، لانه اخر نقطة رايحة تصدمكم فعلا. الغلطة اللي تديرها اغلب البنات هي انه اغلب البنات كي يعجبهم واحد يبداو يبدلوا كامل حياتهم عليه بدون ما يحسوا. تولي تستنى ميساج تاعه، تفرح كي يهدر معاها، تتقلق كي يختفى شوية، ويولي كل تركيزها يولي عليه. وهنا تبدا المشكلة، لأن الرجل كي يشوفك باللي كامل اهتمامك عليه يبدا يحس بالراحة الزايدة، ويقول بينه وبين روحه هي خلاص ضمنتني، ومن بعد يبدا الاهتمام ينقص بالتدريج. الوغ علاش الراجل يحب الشالنج؟ شوفوا مي كوكيز حبيبات قلبي، الراجل بطبيعته يحب الحاجة اللي يحس باللي لازم يحافظ عليها. مثلا كي تكوني البنت اللي عندها حياتها مشغولة، عندها ثقة وما تبررش بزاف ما تركضش وراها، هنا يبدأ هو يفكر فيها أكتر. علاش؟ لأنه ما ضمنهاش كامل. وأما كي تكوني متوفرة 24 ساعة على 24 ساعة، بيان سور غادي يروح، مع كل احتراماتي يا حبيبتي غادي يكره ويروح. الفرق بين البنت الراقية والبنت اللي تتعلق بسرعة، البنت الراقية تحب بصح ما تلغيش روحها، يعني عندها كما نقولوا عندها لاهية في روحها، تعرف قيمتها، تعرف وقتها، تعرف باللي الاهتمام يكون متبادل، يعني عندها بونداغي. أما البنت اللي تتعلق بسرعة تولي تعطي أكتر من اللازم، وتبعت هي الأولى وتعيط بزاف وتسامح بسرعة وتبقى تحاول تصلح العلاقة وحدها، ومع الوقت تتعب نفسيتها بزاف. علامات باللي راكي مخلياته يضمن وجودك. دروك ركزي معايا، اذا كنتي ديري هاد الحوايج معناها لازمك تبدلي شويه، تردي في نفس الثانية دائما، تسامحي على كل غلطة، تخافي روح أكثر من خوفك على كرامتك، ديما انتي اللي تبعتي وديما متوفرة وما عندكش حياة خارج العلاقة. إذا لقيتي روحك في هاد النقاط بس تقلقيش بزاف بنات يديروا هاد الغلطات. كيفاش ترجعي قيمتك وقيمة نفسك؟ أول حاجة بغي روحك، حبي نفسك قبل أي شخص في هاد العالم. بصح كي نقولك حبي نفسك ماشي غير كلام وموتيفاسيونو، يعني بصح يليق تطبقي. كيفاش تطبقي؟ اهتمي بجسمك، اهتمي بعقلك، تعلمي حاجات جداد، ديري هوايات، خرجي، عيشي حياتك. الراجل لازم يشوف باللي عندك عالم كامل وهو مجرد جزء منه. الحاجة واحدة أخرى اللي بزاف بنات يسقسيو عليها، اسكو نرد بسرعة او نخليه شوية، او الرد بسرعة صح ولا غلط؟ هاد النقطة البنات حابين يهبلوا عليها. شوفي، الرد بسرعة ماشي عيب، بصح اذا وليتي طول الوقت متوفرة هنا يفقد قيمة لا بريسونس تاعك. يعني عادي تكوني مشغولة، عادي تردي بعد وقت، عادي تكون عندك حياتك. اخطر حاجة هي التعلق المرضي. كاين بزاف بنات حياتهم كامل تولي مرتبطة بشخص واحد، لو كان ما يكونش هذاك الشخص تموت.
إذا رد يفرحوا، وإذا تأخر يمرضوا نفسيا، إذا خرج وما قالش يبداو يفكروا بزاف، وهذا أخطر نوع تعلق، لأن هنا فقدتي نفسك. لازم تفهمي باللي أي علاقة صحية ما تخليكش تفقدي راحة بالك. الطاقة الأنثوية الحقيقية ماشي غير مايكوب ولا لبسانو. الطاقة الأنثوية هي الهدوء، الثقة، الغموض الخفيف، احترام النفس، الأنثى اللي ما تتوسلش الحب. وهذه هي البنت اللي تبقى في العقل. حاجة واحدة أخرى، كي بعد عليك واش ما ديري. أكبر غلطة يديروها البنات هي يبداو يبكيو، وعلاش تبدل، وعلاش راك تبدلت عليا، وعلاش ما راكش تهضر كيما قبل. شوفي يا البهلولة، اذا واحد حب يبعد شويه خليه، الله يسهل. الرجل الحقيقي اذا حبك يرجع وحده ويحاول يصلح. اما اذا انتي ديما تركتي وراه راح يحس باللي مهما دار راكي موجوده. الوغ الثقة بالنفس هي السر. البنت اللي عندها ثقة بنفسها حتى طريقة كلامها تختلف، ما تخافش من الفقدان، ما تتوسلش الاهتمام، وما تخليش شخص واحد يحدد قيمتها. وهذه هي الحاجة اللي الرجال يحسوا بها فورا. خطرة واحدة قالت لي كنت نعطيه كلش من بعد تبدل. انا سقسيتها قلت لها واش مخليتي له باش يخاف يخسرك؟ سكتت، لأن الحقيقة قاسية. بعض المرات احنا نعطيه أكثر من اللازم من البداية. وفي الأخير يليق تتذكري هذه الجملة مليح: الأنثى الراقية متخليش الحب ياكل كل شخصيتها. حبي، اهتمي، وكوني حنونة، بصح دايما خلي قيمة لنفسك، وخلي أي شخص يعرف باللي وجودك ماشي مضمون. إذا عجبكم الفيديو ديروا لي لايك، وما تنساوش تشتركوا في القناة وفعلوا الجرس باش يوصلكم فيديوهاتي الجديدة، وكتبوا لي في الكومنتار واسم هي اكثر نقطة حسيتوها تمسكم. باي باي، نتلاقاو في الفيديو الجاي.